مساء الخير، ازيكم؟ انا نرمي محي الدين. ده شكلي الجديد بتاع البرنامج بتاعنا، قعدة صحاب. القعدة الكلوز قوي اللي بين الناس، اللي بيتقال فيها الكلام اللي ما ينفعش يخرج براه، الكلام الفضفضة اللي بيتقال فيه آه، الأسئلة والتجارب وكل اللي بيدور جوانا. ان شاء الله نخرج من القعدة دي مبسوطين ومرتاحين. هنجيب لكم ناس ترد على اسئلتكم لو محتاجينها، او هنفضفض كده مع بعض، فضفضة لطيفة ان شاء الله تخلينا مبسوطين ومرتاحين، ونتكلم مع بعض ونبقى اصحاب ان شاء الله. الفيديو الاخير اللي نزل وعمل شوية قلق كده، علشان كنا بنقول فيه ان الراجل قد ايه صغير قد كده من غير الست، وما ينفعش من غيرها، وما يسويش. والرجاله زعلوا قوي، ازاي اقول كده؟ والله يا جماعه هي دي حقيقه علميه، انا مش جايبه الكلام ده من دماغي. الكلام ده لو دورنا شويه هنلاقي ان ربنا خلق الست اقوى من الراجل بناء على التجارب اللي هي بتمر بيها. الست دي بتمر بفترات حمل، فترات ولادة، فترات سهر، فترات اكتئاب، حاجات مفيش اي راجل في الكون يستحملها. طبعا الرجال قوامون على النساء وكل حاجة، بس بما انفقوا، علشان بس نبقى بنتكلم في الشرع كويس. ومش هنتطرق خالص لموضوع الشرع ده لانه مش موضوعنا دلوقتي، وناس كتير هتغلطنا فيه، وناس كتير هتقول لنا انتوا مالكوش حق تتكلموا فيه خالص. انا هتكلم بس من وجهة نظري المحدودة اللي على قدي. ان ربنا ادى الست شوية مواهب كده، من وجهة نظري بنقول عليها مواهب يعني. الحاجة اللي تخليها تستحمل ألم الولادة، اللي هو الدكاترة قالوا ان هو ألم يعادل الحرق حيا. خلاص، وطبعا كلنا شفنا الفيديوز بتاعت الأجانب اللي وصلوا لهم حاجة، أجهزة شبه النبضات كده، يعني بس أجهزة قياسات ألم، أو أجهزة بتعمل زي ألم كده، مجرد بس مش الطلق نفسه، لا ده يعني نبذات كده، اللي هو بنوريكوا احتمالات الطلق بتبقى عامله ازاي. والرجاله كانت يعني اكيد كلكم شفتوا الفيديوهات دي وشفتوا الرجاله عملوا ايه. فيعني وشفتوا طبعا قد ايه ان الست ممكن تقعد مثلا يوم ونص تولد، وجوزها يقول لها اسمعش صوتك، فرجتي علينا الدنيا. بتحصل صح؟ اكيد اكيد كلكم شفتوا الموضوع ده. والله انا مش متحامله على فكره خالص على الرجال خالص، عشان بس نبقى متفقين. بس الراجل الستات ربنا اداها كمان مع القوه دي رد فعل مختلف خالص عن الراجل. يعني الرجاله ممكن تكون ردود افعالها ايديها سابقه مخها شويه، انما الست لا، الست دموعها سابقه اي حاجه تانية. ممكن تكون مثلا صوتها اعلى شويه، ممكن تكون بيجيلها فترات اكتئاب. الست تقدر تقعد بالايام مثلا من غير ما تنام، علشان تراعي بيبي صغير لسه مولود ما يعرفش يعيش من غيرها. انما الراجل يقول لها اخرجي بره الاوضه، خدي واطلعي اقعدي بره الاوضه. صح بتحصل. المهم انا بس كنت عايزه اقول لكم موضوع الفيديو ده علشان الناس ما تتهمنيش ان انا بقلل من الراجل، والله ولا حاجه، انا مش بقلل من الرجاله خالص، ولا متحيزه خالص للستات. انا بس بقول حقيقه علميه، وكلكم تقدروا تخشوا تعملوا سيرش وتدوروا، وهتلاقوا ان انا كلامي يعني كله كلام علمي. خليكم معانا، وتقدروا تكتبوا لنا كومنتاتكم واسئلتكم تحت الفيديو، وتقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه.
وان شاء الله في الحلقات الجايه هتعرفوا ان احنا بننقل لكم تجارب واقعيه، بدون تحيز خالص، وبدون تحامل على اي طرف من الطرفين، بغض النظر بقى ان مجتمعنا شرقي، وبغض النظر ان التجارب اللي حوالينا بيقول كلام يعني مش احسن حاجه في حق الرجاله. بس خلينا متفقين ان احنا هنحاول على قد ما نقدر نكون فير، ونحاول على قد ما نقدر ما نتحيزش لاي طرف من الطرفين. ولو حسيتوا ان احنا بنتحيز هنجيب حد متخصص يكون مش متحيز ولا متحامل على اي طرف من الطرفين. ولحين ان شاء الله الحلقه الجايه، فاتمنى ان انتوا تعملوا سيرش وتدوروا وتردوا عليا في الكومنتات وتقولوا لي انتوا فعلا لقيتوا ان ربنا حبس الستات بقوه اكتر من قوه الرجاله علشان تقدر تاخد بالها من البيبي اللي لسه مولود، وتقدر تولد وتأكل البيبي وتاخد بالها من اخواته الكبار، وتستحمل شهور حمل وهي بتشتغل سواء بره البيت او جوه البيت، وتاخد بالها من الابن الكبير اللي ربنا رزقها بيه بعد ما قرر ان هو الحمد لله يعفو عن امه اللي هو قاعد على قلبها السنين وبتجوزه وتطلعه من البيت على امل ان هو يخرج، بس للاسف هو بيرجع لها تاني فوق دماغها وفوق راسها. خليكم معانا، كنت معاكم نرمين محي الدين في قعدة صحاب. باي باي.